سمعتم عن شيء يسمى هدية المصلي؟ نعم، وأنت تصلي لك هدية من مالك الملك، هدية من الذي أمرك بالصلاة وفرض عليك الصلاة. أتدري ما هي هذه الهدية؟ فإنها كنز. كل الأوراد والأذكار والأدعية الله عز وجل علمنا إياها بكيفية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الاستفتاح إلى التسليم، وهو يردد في صلاة أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد فيها: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، التحيات لله في آخر الصلاة. كلها جاءت مشروطة، إلا في آخر الصلاة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه من الله عز وجل هذه الهدية لكل مصلي. قال في آخر التحيات أعطاه أن يقول، قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. يعني أيها المصلي اختر من الدعاء ما شاء، فإني لما جعلتك تردد الأدعية التي أردتها من أول الصلاة إلى تسليمها، فهنا قبل التسليم لك دعاء هدية تختار ما تشاء ما تشاء. هل أنت تعرف هذا؟ هل فعلا تعد لكل صلاة دعاء تختار تطلب طلب من الله، تسأل الله تعالى مسألة معينة تريدها؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول بعد التشهد: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل؟ قال: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. كم نغفل كثيرا عن هذا الموضع المبارك، هذا الموضع الجميل في استثمار هدية المصلي. الهدية من الله، الهدية من الكريم سبحانه وتعالى.